قصة اليوم بيها فائدة، والقصة من المغرب. والقصة هاي يعني بيها فائدة عظيمة جدا، وراح تشوفك هواي أشياء سلبية عند الناس المسلمين والصلي. لا تستغرب، حط لي لايك على هذا الفيديو. وقبل لا أبدي بالقصة صلوا لي على الحبيب المصطفى واذكروا لي الله يا جماعة الخير، ويلا نبدي قصتنا. اكو شاب مغربي اسمه محمد مسوي عدة اشياء وعدة كبار، وكان يلتقي بهواي اماكن، ومنها صالات القمار والمكانات اللي بيها مشروب، ويسكر دائما ويرجع سكران جدا. الطريق ما يندله، احيانا ينام بالشارع، وكانت وضعيته تعبانة لأبعد الحدود. لكن كان يساعد الناس، ينطل الفقير، ويسوي كل الأشياء. بيوم من الأيام رجع من صالة القمار وهو سكران، قرر ياخذ بعد وياه مشروب. كان يمشي بالشارع والوقت متأخر جدا، تقريبا بحدود الساعة 3، يعني بهالحدود. وجاي يمشي وكان يسمع صوت، لأن كانت الدنيا تمطر، وصوت مال قطة. المهم يوم اللي طالع على طارف الشارع لقى قطة مبللة صغيرة، كان شايل بإيده كيس، والإيد الثانية شايل بيها بطل مال مشروب. الكيس كان بيه بعض من الطعام، أما بالنسبة للبطل أكيد كان مشروب. وبعدها راح على هالقطة وطالع بيها، ورفع القطة وقال لها أنا راح أساعدك، وراح يمشي بيها وخلاها بمكان يعني ما بي مطر، وتركها وبدأ يتقدم على كيفه. وسمع صوتها مرة ثانية، رجع عليها وقال لها أنت جوعانة؟ وطبعا هي هاي سوالف الشخص المخمور أو السكران، يبدي يكلم أي حاجة حتى إذا يلقى جماد يحكي وياه. المهم جلس يم القطة ويسولف وياها، وفتح الكيس مال الأكل مات، وقال لها هاي آخر فلوس عندي موجودة بجيبي، اشتريت بيها أكل ومشروب. وبعدها قام ينطل القطة ويوكلها، والقطة تاكل من ايده والمطر ينزل فوقها. المهم ولما كان المطر ينزل فوقها، اجى رجل من وراه مباشرة وسأله، قال له انت ايش عندك بهالليل قاعد هنا، وليش ما تروح لبيتك؟ المهم قال له انا ما عندي احد وانا تعبان، وبدا يعني يألف قصص من راسه لان سكران وعقله يعني مو براسه ومو بوعيه. المهم قال له جاي يسوي؟ قال له هاي مسكينة لقيتها على طرف الشارع وتعبانة والمطر فوقها، وحبيت اساعدها وساعدتها ومشيت، وقامت تطلع علي صوت كأنه جاي تناديني. قلت خطية وحبيت اساعدها، لا رب العالمين يقول اذا ساعد واحد وكذا. هذا الرجل استغرب، هو سكران وقال رب العالمين ويحكي بالمساعدة وغيرها. المهم سأله قال له شو رأيك تصلي؟ قام يضحك وقال له هو انا شلون اصلي؟ انت ما جاي تشوف حالتي؟ قال له بس رب العالمين غفور رحيم. قال له وانت برأيك رب العالمين يقبل توبتي؟ رجع هذا الشخص قال له اكيد يقبل توبتك، وليش ما راح يقبل توبتك؟ رب العالمين غفور رحيم. رجع السكران وجاوبه، قال له لكن شديد العقاب. قال له يقبل توبتك ولا تأيس من رحمة الله. المهم قال له هسه شنو اللي اسويه؟ وكان يسمع الصوت مال الآذان. هو سمع الصوت مال الآذان، شمر مباشرة القزازة من ايده وقام يبكي، ونهار بالبكاء الشديد، وحتى يعني نام على الأرض وتمدد. وحب هذا الشخص يساعده وقال له تعال امشي وياي، هو أنا رايح أصلي بالمسجد. المهم مشى ووصل الباب مال المسجد، وبدأ متردد يقول له شلون راح أدخل وشلون راح أقدر أصلي؟ وقال له خلص هو أنت بباب المسجد، ادخل يا رجل. وبعدها دخل. أول ما دخل راح بدورة المياه وبدأ يتوضأ، وكان يعني مخمور. وهذا الشاب كان يعلمه ويقول له توضأ عدل، يقول له أنا ناسي وأنا ما جاي أركز. وبعد ما فتح المي البارد على راسه كأنه صح شوي وتوضأ، وسأل هذا الشخص وقال له خلص راح تصير الصلاة وانت أخرتني، يلا لازم ندخل لأن أنا اللي أصلي بيهم وهسه أكيد جاي ينتظروني. المهم قال له خلاص دخل. يوم اللي دخل صار بوسط الناس اللي يصلون، وقاموا يشتمون بريحته، شتموه وسبوه وقالوا له شلون انت سكران وتدخل البيت الله، وبدأوا يضربون بيه. وبالنسبة لهذا الشاب اللي راح يصلي بيهم وصاير يعني هو شلون تقول الشيخ لهم، كان صغير وما يقدر يدافع عنه، وبدأ يقول لهم ما يصير تضربوه اتركوه. المهم ذولا قالوا احنا ما نصلي وياه
وخليه يبتعد عنه وسكران واشتم ريحته، وقام كل ما يوقف يم أحد مباشرة يوخر عنه أو يدفع. وبما أنه هو سكران بدأ يسقط بالمسجد وكذا وكذا. المهم بعدها قالوا له روح صلي هناك بعيد، وفعلا تركهم وراح وهو يطوطح. المهم وقف وقام يصلي، وهو جاي يصلي يسمع الآيات مال القرآن، وشوية شوية بدأ يصير عنده نوع من الخشوع، غمض عيونه ونسى الموضوع تماما. وبعدها قام يؤدي الحركات مال الصلاة صح. وبالنسبة اللي كانوا يصلون كل ساعة يسترقون النظر ويباعون عليه ويريد يشوفوه الجاي يسوي، يدورون عليه زلة حتى يقومون يضربوه ورا الصلاة. المهم بعد ما انتهوا من صلاة الفجر هو مباشرة ظل يعني ساجد بمكانه، فقاموا يتكلمون بالمسجد، باع لحد الآن ساجد، واللي يضحك واللي يقول سكران واللي يلوم الشخص اللي جابه ويقول له أنت شلون تخليه يدخل المسجد وهو سكران. بعدها قام يصيح عليهم وقال لهم اتركوه. هذا الشاب اللي كان يصلي بيهم قام يصرخ بغضب ويقول لهم انتم منو حتى تقطعون يعني رحمة رب العالمين؟ رب العالمين يقول انا غفور رحيم، واحتمال هذا يتوب، وجبته وياي، وانتم منو حتى تحللون وتحرمون بكيفكم؟ وانتم شلون تقطعون سبيل المعروف وغيرها وغيرها؟ وانتم شلون جاي تصلون؟ وانتم ايش مدريكم بيه؟ وانتم اصلا صلاتكم صارت باطله، لا ركزتوا وياه واصلا ما كنتم مركزين وياي. المهم غضبوا من هذا الشاب اللي كان يصلي بيهم ومن كلامه، وقالوا له انت احنا يوميا نصلي وراك ونصلي وياك ونجي للمسجد، وهسه انت جاي تدافع له وهو سكران لحد الان ما يدري بنفسه وغفى. رجع وقال لهم خلاص اللي تريدوه سووه، واذا تريدون لا تصلون وراي، ترى الصلاه رب العالمين ومو لي، وحتى جيتكم للمسجد الكم مو لي، ما راح تنفعوني باي حاجه. المهم راح هذا الشاب وبدا يتكلم وياه ويقول له يا اخ اقعد الصلاه خلصت، شنو انت نايم؟ وبعد ما حرك زياده مباشره طاح، واول ما طاح عرف انه هو ميت بمشهد يعني ما اعرف شلونه. وبذاك الوقت كان الجو متكهرب بعض الشيء بالمسجد. اول ما شافوه مات وهو ساجد ناظر بوجوههم وقال لهم ما راح اقول لكم غير كلمه واحده، من اللي بيكم ضامن انه هو يموت ساجد لرب العالمين؟ هسه خلص جسده ممدد بالارضيه مال الجامع، وبالنسبه لروحه راحت الرب العالمين، والله يعلم باعماله والاشياء اللي سواها، واحتمال رب العالمين يتقبله حتى اذا كان يعني سكران، لان هو باللحظه الاخيره صحى وقام يبكي وعرف ان الاشياء اللي جاي يسويها غلط، وما نعرف شنو الشيء اللي مسويه جو رب العالمين حتى يخليه يموت ساجد. وقفت العالم بحيرة وما يعرفون شو يسوون. وبعدها تكفل هذا الشخص بدفنه، ويوم اللي دفنه طلع عنده أهل ونابذينه وصايرة عدة مشاكل وعنده أشياء يعني ثانية وضغوطات بالحياة. المهم اشتهرت مادة القصة بذاك الوقت وكانت مشهورة جدا بالمغرب، أن الناس تعجبوا هو شلون سكران وشلون يموت ساجد، ولحد الآن ما حد يعرف أو ينطي فتوى بهذا الشيء. أكو ناس يقول لك لا رب العالمين ما يتقبله، وأكو ناس تقول لك لا رب العالمين راح يتقبله. فالناس انقسموا نصين، والاثنين ما حد يعرف، الأمر كله بيد رب العالمين. يعني إذا أنت التزمت وصليت ومشيت عدل فالأمر بيد رب العالمين، يعني أنت ما راح تطب بإيمانك وأعمالك فقط، أكو أشياء ثاني لازم أنت تسويها. شنو الفائدة أنت كل شيء تسوي واجباتك الدينية، لكن بنفس الوقت حقود، عندك غل، عندك هواي أشياء يعني ما تساعد. المهم ما ريد يطب بمواضيع ثانية. يعني ما من حق أي واحد يقول الواحد أنت ما يصير تصلي، أو يقول له أنت كذا أنت كذا. المفروض أي واحد يريد يصلي وهو ما يصلي الناس تحتوي، مو لما نشوف شخص عنده عدة أغلاط وداخل المسجد أو بادي يصلي تيجي وتقول له هو أنت تصلي؟ أنت تعرف رب العالمين وين صاير؟ وتبدي تعايره بأشياء هو كان يسويها قبل، واحتمال أنت تكون أسوأ من عنده. فالقصة بيها عبرة ومنفعة كبيرة جدا. إذا عجبتك واستمتع بيها يا ريت هاي الحلقة شيرها الناس أقاربك، ناس تعرفهم في سبيل يستفادون وتعمل فائدة، وأكيد إلك بيها أجر. ولهنا وتنتهي قصتنا اليوم. إذا عجبتك ادعمني بلايك، اشترك لي بالقناة وفعل زر الجرس، وانتظرنا غدا بقصة جديدة إن شاء الله.